قررت تيديك علاش ما كيزقاش كيضرب لك الودن لك الثقب. باي باي. ايو واش العشران معكم الدوبل ساوندز. اليوم غادي نديرو الريفيو البوز فلو رولي تروز، غادي نشرحوا المعاني وما بين المعاني. هذا علاش الدوبل ساوندز. اذا نبداو بالسطر الاول. بوز فلو موتشو ابلا. موتشو ابلا هذه بالسبلينيه كتعني كيهضر بزاف. بوز فلو كيهضر بزاف. لا كنتي فراجيل غابله. هذه كتقبل عده قراءات. الاولى وهي القراءه الحرفيه، لا كنتي فراجيل، لا كنتي راشي، لا كنتي هش غيبله. لان شنو اللي كيبلا دغيا؟ ديك الامور اللي كتكون الكاليتي ديالها الجوده ديالها طايحه. اذا لا كنتي غادي ترابي غير بعد السنوات وتموت، يعني غير مجاديزه، غير بسير بحالاتك دغيا. بلاص ما ندوزو 3 سنين معاك، دوز 3 شهور وسير بحالك. اوكي. كاين القراءه الثانيه اللي مرتبطه مع الجزء الاول وهو موتشو ابلا. قال لك بوز فلو كيهضر بزاف، يعني هذا الكلاش غنضربك بزاف. الا كنتي فراجيل غير هرب، ما تدورش بيا، لان غنهضر بزاف غنضربك بزاف. ما ديرش فيها كينغ ولا مقعود، ديما تعاقب الصوند السيبله. هنا كيقول لك ما دير فيها بلي زعما انت شي لعبه ولا كذا، حيت قال لك بوز هو تيتقب الصوند السيبله. كيتقب هذاك عرفتي السيبله هي ديك اللي كتلعب النبله وكتيري كتضرب في الوسط، في الروح، في القلب. وهو دار هذا الصوت، يعني الصوت من بعد في السطر اخر غادي يعاود يخدم واحد التعبير واعر، ولكن زعما الصوت كيجيبها في اللاصق. تيديك علاش ما كيزقاش كيضرب لك الودن لك الثقب. باي باي. مورزاندا الراب عاد حلا، جامي العين على الحاجب تاعنا. دوبل سونس مجددا. مورزاندا الراب عاد حلا، بمعنى انه من بعد ما واحد زاندا هذا الراب بدا تيحلى عاد هو، يعني بقى تحت الشاخذ من بعد ومن بعد، بما فيها هذه الرولي تروس. يعني ما كاين دابا غير العوافي غير الزانده في الباندا، لان الا كنت تعقلوا في لافيش في ذاك البوستر ديال الاو بي دار فيها 5 ديال التراكات، ومن بعد لتحت دار 3 النقط ما بين جوج معقوفات، يعني راه باقا مفتوحه. دابا راه تيكلاشيو فيها عباد الله، راه يكون دابا تيوجد شي لعب. القراءه الثانيه وهي مورزاندا عاد الراب كيحلى، وكانه تيقول فما كان كلاشي شي واحد، لان زاندا كان كلاش. عاد الراب كيحلى لان دوك الناس عاد كيتزيرو كيبدا يكتبوا. خذ لك الدولي برايم كمثال، ملي رد على بوز في السنغالا حسيت بيه باللي كتب مزيان بحال تعصر بحال تضرب. وهاد اللعيبه بوز كيديرها مع بزاف، كيضرب بنادم حتى بنادم كينوض وتيكتب مزيان. فممكن يقعد هو المعنى. فين هو معاندين كطيرو بوز نهار تزاد بيفا القابله لك. مجددا جوج المعاني الدوبل سامس. المعنى الاول وهو انه يعني منين تولد هو كيرابي، لانه هو تولد واحد العائله ديال الشعراء كتعرفوا الاب ديالو الشيخ دريس هو شاعر محترم. اذا هو كبر وسط النقايم، كبر وسط الزجر، كبر وسط الكلاش اللغوي، وعليه هو من حل عينيه. يعني منين شاف القابله اول انسان شافه بقى عليه السيف والقرطاس والبيداء والخيل والشيل والميل والدق يعرفني. والمعنى الثاني وهو فلاش المورفين، لان هذا شكون هو القابله ديال بوز في الراب، يعني اللي حببوه في الموسيقى واللي انسبيراه واللي جابوا الى هذا الوجود الموسيقي، يعني بالاعتراف ديال بوز هو المورفين. اذا فقال لك انا راه هذاك اللي انسبيراني واللي عشقني في الهيب هوب وكلاشيت وما حرتش فيه. بقيتي لي غير انت ستيلو في النبله اللي طاح في المقله هي التقله. ضرباتني هذه ستيلو في النبله، يعني تخيل مع النبله ولا قدام ستيلو، لان كي قلنا قبيله الصوند السيبل كيتقب الودن تيضربك زعما فين كتجرحك. اذا هو عاوتاني لعب بها هنايا، قال لك ستيلو في النبله طاح في المقله التقله. واخا هذا تعبير عام، يعني طاح في المقله التقله كلشي كيقولوا، ولكن انا عطيته واحد القراءه ثانيه ولا هي المقله دائريه بحال شكل السيبل. اذا اللي جا في الطريق ديالي، يعني واحد التارجت ديالي اللي جا كهدف، اللي بغى يحط راسو في المنياشه، نتقبل اللعيبه. لا فرق بين الذكر وانثى، عندي كي قيس كي عبله. هنايا قال لك باللي بالنسبه للبوز
بحال كنتي بنت، بحال كنتي دري، بحال شكون ما بغيتي تكون حتى كل لاصه، ولكن حاول يبدع. قال لك بحال قيس بحال عبله. قيس هو شاعر يعني عربي كان معروف بالغزل وكان تيحماق على ليلى، قيس وليلى. وعبله هي بنت عم عنتر وليد الحبيبه ديال عنتر بن شداد. اذا هو غير ستيكا فهمتيني، يعني ستلاب اللي زعما بنت دري حتى كل لاصه. هذا كيتسمى الفور شادوين. هذا كيستخدموه الفنانه مثلا في الافلام وما شابه، باش كيبغي يقول لك كيمهد لواحد الحاجه جايه بلاتي، لان هذا السطر ماشي عبطي، راه جاي في الطريق. تفسير علاش هو قال هاد اللعيبه. قال لك قرطاسه الرولي تروس محطوطه بيناتنا في الطبله. اذا الرولي تروس بالنسبه للناس اللي ما عارفينش، هذه واحد اللعبه قديمه كانت تلعبوها الروسيين، واللي هو كتشد هذاك الريفولفر الفردي اللي كتكون في ديك الكريشه كدور داك الشومبر ترز قدن، كتكون فيه 6 ديال التقيبات، كتحط قريطيسه وحده كتفنفنها الرق، كتسد اللعيبه كتحطها فوق الطبله، ومن بعد كتلعبوا شي لعبه بحال اللي كنلعبوا حتى حنا بزاف د اللعبات وكنحكموا على بعضياتنا سيدير كذا سير كذا. هنايا ملي كتخسر كتهز الفردي وكتيري في راسك، هذاك اللي كتجي فيه القرطاسه وتيتيري في راسو تيموت. اذا هي اللعبه ديال الموت، يعني واحد فينا تيموت في هذه اللعبه، ما يمكنش بجوجنا نعيشوا، لان واحد فيه غتجي القرطاسه العامه. اذا هو انا بوز بحال على ما فهمت انا بالدوبل سونس عاوتاني، قال لك هو بلي واخد الراب بجديه. الا طحتي معاه في شي كلاش، واحد فيكم غتسالي الكارير ديالو، غتبقى له واحد البصمه ديال العار في الكارير ديالو. قرطاسه الرولي تروس كاينش الضحك. من بعد قال لك راه بالسيف ما يضر كلشي جهتي، حيت بوز فراه قبله. انا متيقن 100% بلي هذا السطر غاروا منه بزاف د الرواقه وتمناو كنفكروا فيه وكتبوه، لان بكل بساطه السطر واعر، شي بحال من المورفو قال هو شي خراب، بحال هكا ملي كتجيب شي كليمه شي نواطه وكتلصقها لنفسك. دابا بوز من هنا الفوق كلشي كيسم به دابا قبل فراه، وجات معاه واقعيه، لان في هذه اللحظه دابا اليوم 15 شهر 1 2024 3 الليل كلاشاوه الجزائريين لاماس وسكور راب، كلاشاوه شله ديال المغاربه بما فيهم الناس اللي ما تيرابيوش. مثلا موصوت كمثال هو واحد السيد صحفي تيخدم مع وي لوف بوز، وباللي ما ان بوز كلاشا وي لوف بوز في واحد السطر، موصوت ناض ورد عليه، يعني كل شيء ناض تيكلاشي بوز. ف واحد الدرجه كبيره بصراحه كتبان باللي راه في الراب قبلها، خصوصا في هذه اللحظات هذه. بونسوار لي كلون جبدوا البون، جا اللي كيقول الراب كن فيكون. بونسوار لي كلون ديال اللغه الفرنسيه العتروسيه تيقول لك زعما مساء الخير ايها المهرجين. قال لك جبد البون، يعني بحال تيقول لك شحال كتسال، شنو خاص بالحساب صابون هاك محق من الله كتسال 5 ديال السطوره هاك يمك. ومن بعد قال لك جا اللي كيقول الراب كن فيكون. هذا يعني واحد الريفيرونس ديني فنيا بزاف الناس كيستخدموا الدين، يعني هو بحال وصف نفسه اله في الراب، يعني يقول لك يعني انا الراب بالنسبه للبوست شي حاجه ساهله كن فيكون به فيه كضرب شويه تمام. هذا تعبير ما تاخذوش بجديه، لان بحال امينيم توصف نفسه كراب جاد، يعني الاله هذا الراب. بوز عطى نفسه ديك الصفه. ما عندي تا بلون، كنجي سخون كيدولي بران كيسمول بش بش بايغون. هنا قال لك ما عندي تا بلون، ما عندي حتى شي خطه، كنجي سخون كيدولي بران كيسمول بايغون بش بش. يعني قال لك سمول دولي بحال خوتنا، قال لك بالنسبه ليه هما ساهلين بحال حشرات، فما تيحتاج هو يخطط، لان لما كتخطط شي حاجه صعيبه لو بغيتي تشفر شي بانكه خصك تخطط لها لان شي حاجه صعيبه، ولكن شي حاجه ساهله بتي ضرب اسطنبول ربما ما غاديش تفكر لها. اذا هو قالك بحال هكا هادو صغار ما غاديش نخطط وكتب بحال زعما توقف مور المايك تبقى غير تنفريس عليه وكنشق بنادم، كنحتاج نكتب بزاف. من بعد قال لهم حروفكم كيقنيه جراده غير داخلين خارجين فرشوا الشعب. جراده هذه واحد المدينه في الشرق ديال المغرب ومعروفه بالقنيات. القنيات هادو يعني هو اللي بغا يقصد هو انكم كتدخلوا وكتخرجوا في الارض، يعني حرفكم شنو قنيات كيديروا اصلا قال لك داخلين خارجين، يعني ما عندكمش الكلمه، لانه هو في السطر الثاني غيزيد يشرحها. عطيوني غير كلمه مقاده وين علبوا شيكاتكم ولا عربون. شنو كتعني هذا؟
عندها جوج القراءات. الاولى عطيني شي كلمه مقاده، زعما دوي مقاد كلاشيني بشي مستوى زوين، وداخل فيها حتى السمول ملي بقات تيقولوا ديك تكبر باللي السمول بحال زعما الكلمات والنطق ديالو ما كانش مريقل. زعما عطيني شي كلمه مقاده صاحبي، غير نسمعوك غير نفهموك مزيان ونلقاوك في المستوى فهمتيني. ولكن القراءه الثانيه اللي هي اللي قراءه اصوب في الغالب، لان غادا مع الشيء كتكون من العربون، وهي كونوا رجال. لان شنو تنقولوا الراجل هو الكلمه، وانت من كتشد العربون او واحد الشاك انه عنده واحد الانسان اللي ما كتعرفوش ما كتثقش فيه، ولكن الا كنت كتعرفو كتثق فيه ما كتقولوش عطيني شاك ولا عطيني عربون، كتقول بيد الكلمه وشدي هذه السيمانه الجايه جيب الفلوس مرحبا صافي سير السيمانه الجايه ان شاء الله ونشوفك. دا هو تيقول لهم، ما نقول لهم كونوا غير رجال. كيلو بان المزاد مزادي ديجا مبراكيه ومازال كانت زايد. لو بان هذا واحد السيري فرنساوي، القصه دايره على واحد العشر كيشفر، دابا هو كيشفر واحد البياسه ثمينه ومن بعد كيبيعها في المزاد، ومن بعد غيعاود يشفرها. فبوز انا تيقول لك انا جالس كنت زايد عرفتي في المزاد، تبقى تقول انا مليون لا خرجت 3 المليون تبيع هذا المليون، ياك انا جالس كنت زايد، ولكن انا راه ديجا مبراكيه وديجا شافرها. واللي مجازيا طبل صوص تيقول لك انا الراب حاكم وانا الراب ديالي راه قالها في النقطه اخرى باللي في كرشي، ولكن واخا هكاك تنتظاهر باللي كان طايف على البلاصه، زعما شكون الاول كان طايف مع، ولكن هو تيقول لك هو كل شيء. قال لك ماشي كان كلاشي هذا العام غير كنفرق دعم القفاف كي القايد، هو هذا العام ما جاش كلاشي ما كيتكلاشاش، وهذا العام غير تيتعامل عرفتي ديك القفيفه ديال رمضان ديال العيد كذا هذه. فبحال تيقصد بهذا الادسنس، يعني مثلا ملي شي واحد كيتبيفا مع بوز اغلبيه ديال هاد الناس هادو يعرفوا واحد الاقبال على القناه ديالهم، واحد الترافيك كبير تيمشي لاشين ديالهم وما شابه، وعليه كيدخلوا زعما فلوس اكثر من الادسنس. فزعما هو فما تيذكر سميت شي واحد تيعاونو كيدخل له القفيفه. هادشي اللي تنظن نقصد. ديروا النظام كلشي غنجاوبوا وقولوا بسم الله غنبداو. هنا بحال تعامل معاهم كانهم اطفال في شي مدرسه، قلت له انت شد الصف اي جاي نوبت كلشي غياخذ حقه، وفي نفس الوقت في نفس الثيم ديال القفه ملي كتمشي تشد القفه خاصك تشد الصف ولا غادي نوبتك بلا ما تدافع، كل واحد ياكل القفيفه ديالو. نتوما كلكم باغيين تكلاشيوني كلكم باغيين نضربوا شويه ديال الادسنس، اوكي شد نوبتك ما تخافش. كلاشيتيني اليوم ما جاوبتكش السيمانه الجايه جايه نوبتك، راه غير واحد اخر قبل منك اوكي. وراه سمى الله باش يبدا، يعني لما كنسميو الله الماكله غياكلهم زعما. وهنا غيبدا ما داوش على فاميليا في الريفيو، راه غير وليه وافكارها تسطع ما ديري ليش فيها كي الازهر تاويلاتك غالطين كي اللي داك. هنا قالك ما ديش على فاميليا السيده اللي كدير ريفيويات بحالي وبحال بزاف ديال الناس، فهو سماها وقالوا ما ديوش عليها راه غير وليه زعما غير مراه وناقصات وعاقلين والدين زعما مسكينه تسطحت. وقال له ما ديري ليش فيها كي الازهر زعما التاويلات. كيكون مثلا واحد السطر بسيط، شنو الازهر دابا شنو الازهر كيديروا في مصر؟ كيبقى يمدده ويجبده، وماذا اذا ولو وكان وعليه. هو قال لك السطر واضح علاش مشيتي كتعوم فيه وجبدتيه، ومن بعد قال له تاويلاتك غالطين كاين اللي داك. هنا ضربها في راجلها بحال راجلها غلط فيها انه داها، وهو غيزيد يشرح واش ماشي حشومه عليك مريم راجلك كيشوف الياس بزداك. هنا سماها مريم وقال له واش ماشي حشومه عليك. هنايا كنظن كيقصد ملي كانت في واحد لابيل مع الياس المالكي وكان هو لايف وسولها واش انت مزوجه، قالت له لا، وبقى عليها مو متزوجه ونديرو حتى راك عارف الياس مطوبها ومطوبها عليها. فهو بحال تيقول لها زعما يعني درتي ديك اللقطه لراجل كنتي مزوجه مرت الراجل وقلتي ما مزوجاش وخليتي بنادم تيدير ديك اللعيبات بحال هكا، ماشي حشومه عليك. الله يشافيك اختي من السكيزوفرينيا، ما شديتي لا دين لا دنيا، ما شديتي لا حجاب ولا نايفيه، ضيعتي والديك في الكنيه. السكيزوفرينيا هو المرض الانفصام الشخصيه، وزعما تيكون معروف باللي الشخص تيكون عنده تضارب ما بين مثلا واحد جوج شخصيات ولا واحد تضارب اكبر. كاع الناس عندهم تنقولوا جوج عقول، ولكن تكون واحد تضارب اكبر واوضح. فمثلا هي وكان عندها تضارب ما بين انها باغا تشد في دينها وتبقى محجبه مغطيه شعرها وكذا، ولكن في نفس الوقت هي باغا تكون في ثقافه الهيب هوب والنايفيه واللعيبات. فهو قال لها ما شديتي انت النايفيه وكنتي حطاه بابيه
انت شديتي في دينك وبعدتي منا. واش على فلوس الادسنس يا هاد الفاحشه الفاجره؟ تفسري كلاش صاحبي عليا. المهم فاحشه فاجره راكم عارفين باش نخسر الهضره. فقال لي يعني واش على ود فلوس الادسنس؟ تفسري كلاش صاحبي عليا. هنا تيقصد برمودا والكلاش ديالو، ولا واحد التراك ديالو اللي هي على حسب التفسير ديالها والاجتهاد ديالها هي بان بلي كلاشها بوز قال لك لا ما كلاشهاش. المهم يا قصه ودراما راك ما تخربق على اي هو هذا جزء من علاش هو كا. قال لي هذه مده وانا غير ساكت كنشوفك ضاربه بيا الشهريه. دابا هذه راه مده قال لك هو تيشوف اللي كدير شي فيديوهات اللي هو تيبان له فيها باللي راه كتخربق، ولكن هو راه ساكت وكيجمع لها. ومن بعد ملي دارت هذا اللقطه بالكلاش مع صاحبو قال لها تصاحب عليا قيط هو كا. بصراحه انا كتبان لي باللي ما كانش عليه يكتب هاد السطوره كاملين. بصراحه بان لي باللي غير خربق وخطا، ولكن على اي ولا البلوبار كيشوفوك اوديو حيت دايره كي ولد القريه. بصراحه هاد السطر مؤلم. الا بنادم ما كيتفرجش فيك ما تيشوفكش، واخا بنادم تيكليكي على الفيديو ديالك تيبقى غير تيتصنت لك وتيمشي وكيغسل معنا ولا كيصوغو ولا شي حاجه، لان زعما ما فيكش الجمال يعني. وشبهها بولد القريه يعني هذاك الشاب. واش ولد القريه لا باس. علي ديري ريفيو على قاك وقولي لهم بوز ناكني شويه. اذا بما ان هي ديما كدير ريفيوات على بوز فراه غدير ريفيو على هاد التراك ديال بوز وقال لها قولي لهم بلي راه بوز زعما ناكني شويه. اخطيني من سوق العيالات بالك البني اللور كتكركر. يعني زعما باللي سالا معاها صافي سالا مع سوق العيالات. دابا راه دخل سوق العيالات دوز فيه 8 د السطور ضربها ب 8 د السطور تخرجوا من سوق العيالات. دابا هو باقي في القسم. اش ديك اللعبه ملي تيكون الاستاذ كيضرب شي واحد كيتعدى على شي واحد ولا شي وحده وكيشوف شي واحد اخر تيكركر اللور تيقول له اجي انت فرحان اجي انت اجي نوبتك. بغا يدير ديك اللعبه هذا تيقصد دولي بان بطبيعه الحال. البني فايت تستخدمها من قبل هو تيقولها له مجددا. اذا قال له نوض انت للصبوره كيختك نشوف العياقه اللي فيك كتسرسل. اذا هو نوضو للصبوره. وشي في السطر اللي من قبل ايضا كان قال له اللور كتكركر، يعني انت جالس في اللور ديال القسم. شكون كيجلس في اللور ديال القسم؟ اغلبيه الكسالى. اذا نضو ليه كسول وجالس باس اللور تيكركر اجي تاكل راس. اذا نوضو للصبوره يعني الصبوره كتخلع الكسول صراحه كتخلع حتى المجتهد. وزعما غيشقوا يشوفوا هاد المساله ديالك فين توصلك. من بعد قالوا لي جاتك في الطريق كتسيني كيبانوا لك لي فان كليان. بصراحه هذه ما عنديش انا معرفه باللي دولي بران غا تيسني على العروض اللي جاو تيسني عليهم. الناس اللي عارفين يقولوا لي في الكومونتيرات، ولكن انا ما عارفش ما عنديش شي معرفه. ما كنتبعوش بزاف ما تنتبعوش في السوشيال ميديا يعني كنصنت له غير مره ملي كتكون شي بيف ولا. ولكن المهم هنا بوز اتهام صراحه كبير ان كيبانوا لك لي فان غير كليان، يعني انت باغي غير تحلب منه ما تكون شي لعبه واخا يكون شي اوفر عيان شي عرض من شي شركه مثلا شي بارفان دراع خانز ولا شي لعبه غاتنوض تسني ودير له اشهار وتبيعوا للفان ديالك، لان انت ما كيبانوكش بنادم انت كيبانوك غير كليان انت باغي تلصق لهم. هذا بصراحه اتهام انا ما نقدرش نقول باللي كاينه هاد اللعيبه تيبان لي ما كايناش والله اعلم. الناس اللي عارفين يقولوا لي في الكومنتات. امتى يا تخويضار والديك راه ما كيغلاض غير الفنان. بصراحه هاد السطر خطير هاد السطر مخيب السطر مخيب على صراحه. على ما تيقولوا الدولي بران عايش مع والديه هذا امر عادي في المغرب. اغلبيه الناس يعني في العشرينات ديالهم تيكونوا باقيين عايشين مع والديهم ما فيها حتى شي مشكل. وكاين بعض الناس اللي جزء من الرضا ديال الوالدين تيبقاو قرابين من والديهم، ولكن هو انا بوز بسخوط بحال بغى يبين لك بلي راه الدولي ما قالش مع والديه حيت فخور بوالديه وحيت مرضي وقال حيت فنيان. قال لك حيت ما يقدرش يزط راسو برا هذاك علاش جالس مع والديه، وهذا علاش غلط. فهو من قبل قال له غلطتي بالارطان ودابا زاد له باللي راه كيغلط غير الفنيان وهذا راه ضرب فيها عدادهم. ما عندي حتى انس مقدس كلكم فيك كتصاور الناس. لكن ما عندي حتى شي انسان مقدس كلكم فيك بلونجلي وهي مزيف. قال لهم كتصاور الناس. على ما تيبان ان بوز ما تيامنش بال يعني ان امريكا نجحت في الصعود الى القمر وما شابه، لان هذه التصويره الاكثر شهره في هذه القضيه ديال المشكل بناسا اللي تصاور ماشي حقيقيين الامريكان ما طلعتش في القمر كذا كذا كذا. اذا انا بوست يقول باللي هاد خوتنا واخا تيبانوا بحال التصاور ديال ناسا باللي داك الشيء حقيقي واعر راهم مزيفين. الا كنتي زعما عارف الكونسبيرسي ثيوري نظريه وهذا ما كاين. كتشوفني كي مايكل
انا كنشوف النيبه د كازا. هاد السطر هذا واقيلا هو احسن سطر بالنسبه ليا، لان الناس اللي كيعرفوني والناس اللي غيعرفوني من بعد غتعرفوا بلي كنقدر الكونتر اتاك، تعجبني الريمونطادا. كيعجبني ملي شي واحد كيضربك بشي نويطه وكتكون واعره وكتشد انت ديك النويطه وكتقلبها عليه وكتولي اوعر. خونا الدولي بران فيضرب بوز بواحد النويطه واعره، قال له والله ما مرقتي، الا كنت انا بوني انت فيك اللون ديال مايكل ملي مرض، على مايكل جاكسون ملي مرض ولا وجهه يعني بحال الخنزير. واش اخاي مايكل جاكسون تحياتي. فهو هنايا بوز شد هذاك السطر اللي كان واعر وقلبوه، قال له بعدا انا تنبان لك بحال مايكل، يعني مكاع الاسماء انت اختاريتي غير مايكل الملك ديال البوب، واحد من اعظم الموسيقيين في التاريخ ديال الانسان، بزاف تيقولوا بلي اعظم ارتيست في القرن المنصرم. قال له اوكي انت كتشبه النيبه د كازا. شا انا بلاصه خايط الدولي بعدا ما كنتش نرضى، كنمشي عليك كنمشي عليك. ومن بعد شنو قال له؟ حتى اللي صايب لك الكوفر دار لك الدم في الفيزاج عارفك مجروح. في الكفر ديال ديستراك ديال دولي بران ملي كلاشا بوز سينغالا، في الكفر كان جايب واحد التصويره فين هو بحال محنك في وجهه باقي تيسيل وكذا الدمايات في الشعقور وكذا. فهو بوز مسخوط استخدام هذيك الجرحه وقال له بلي ديك الجرحه ضمنيا شنو كتعني بلي جات فيك الضربه، يعني انت نفسك وشهدتي بلي جات فيك الضربه او اللي صغب لك هذاك الارت وورك بين لك بلي انت جات فيك الضربه وانت قبلتي ودا حطيتيها. واش فهمتي النقطه؟ والدوبل سونس ديالها وهي انه استخدموا كلمه مجروح، كنقولوا مجروح ايضا باش نقصدوا بها الجرح الداخلي، تو بدا مجروح منك يعني بدا مقروص من جهتك، بحال قال له راني عارفك مجروح من جهتي وواحد لك في القريجيطه. سول صاحبك الماناجر اشرف راس عالي فيش يا القندوح. اذا اشرف الماناجر ديال طولي بران على حساب هذا الاتهام ديال البوز قال له بلي راه ساعه كتقرا جوج ديال اللعيبات، ساعه اللي فيت يعني ال او اس يعني الجمع ديال فيتشرينغ، فقال له راه مشاتي ساعاهم، يعني كيبقى كاع دوك زعما الفيتشرينغ اللي دولي بران ضارب مع رواب اخرين بحال الماناجر ديالهم مشى كيسعى هاد اللعيبات. والقراءه الثانيه هي ساعه لي زعما ال اي يعني ساعه لي فيت، يعني وكانه الاشرف فيت تمشي عند بوز يقول اخويا بوز وكذا وهادي ما تعاملش مع الدولي بران ديالنا مساكين وكذا. وبوز قال له واش هذاك في المستوى ديالي قلدو اللي ولدو سير بحالاتك جيني بحال هكا انا عيت خالته هكا تعيا الدور في حياتي حتى شخصيه ما تلقى عيوبي اللي طابي. فانا قال له لانه الاخر مثلا كان كلاشا قال له كبرتي بالغرامه ديال جمعيه الاباء وما شابه. بوز هنا قال له خات عيا ما تقلب في حياتي الشخصيه ما غادي تلقى حتى شي لعبه اللي تكلاشيني بها، حيت زعما انا راجل وانا خارج عريان واضح للناس ما مخبي حتى شي لعبه، ما كاين حتى شي لعبه عليا. كان تيقول الدوسي ديالو نقي، فقال له حيت انا راجل في الزنقه قبل ما بوز وقبل ما الرابي، انا قبل انا ما نولي بوز وقبل ما نبدا نرابي انا كنت راجل في الزنقه، كنت يعني عندي سمعه مزيانه، كنت جايب العز ديالي وعلي ما عندك ما تشد فيا في الراب انا شنضيض، وخارج الراب حتى في حياتي الشخصيه انا شنضيض. بقى الهضره ديالو من بعد قال له اي كي اي مايكل انا غندليك من البانكو ديال لوطيل. اي كي اي كتعني ايضا المعروف بي يعني الملقب، سمى راسو مايكل، هو قالها من قبل مايكل هو رجع لها. تعجبني البوز في هاد اللعيبات انه تيرجع شي سطوره بحال قبالات ملي قال لك السيبل عاوتاني ورجع لها من بعد وقال لك ستيلو في راس النبله، هو عاوتاني دارها قال مايكل قبيله ورجع له دابا وقال له انا غندليك من البالكون د لوطيل. هذه واحد الحادثه وقعت مايكل جاكسون كان في لندن وبغى يطلع عليهم الشريجيم ديال لوطيل تيحيل الجمهور ديالو وكان هاز البراهيش ولدو كانت عنده شي 9 شهور ويزلق له شي شويه كان غيطيح له هذا شدو ورجع ودخل فهمتيني شي وحدين تقلقوا عليه وهذا بلي زعما انت كتراعيش اصاحبك تقتل ولدك. وقال له زعما انت الدولي انت غير صغير بحالك يعني راه نقدر تزلق عليا وطيح وينيك.
قال له ما كنتوش غضربوا النايك، كونوا ماكساكم تركي موديل. بصراحه هاد السطر هذا ما عرفتش تركي موديل واش هو شي ماركه اللي هي رخيصه زعما كيقدروا الناس يلبسوها، وداكشي زعما علاش تيقولوا زعما كنتو ما كنتوش تقدروا عندكم الصرف ديال نايكا كاين حيت مقردين كتشريو الرخيص ديال تواركا، اولا تركي موديل شي خونا كساهم تيجي لكازا تيعنى بالدراري ديال تما. والله اخوتي ما عرفت. المهم هذا شي واحد يشرح في كومونتيرات العز. ماشي كنقول لك الدري الحرام، ربيتي على الواي واي تسمعتي لانه فايت كلاشا على الدري، فمن بعد هو قال له راه ماشي قلت زعما حرام، وانت رابي تاع الواي واي وتسمعتي رابي على اي انسترو لان تا بوز بنفسه فايت رابا على اللي بدير. من بعد بحال زاد شرحها وقال له لا غير دوك لي باتمون، الا غير دوك الحطات، الا دوك لي زانسترو اللي كتلعب عليهم وداك الفلوات العيانين اللي مدرحين، قال له ترابي احسن منك جداتي. ودابا ومال هذا علي انا ما تنعرفش جدات بوز، ولكن راه العائلات الشعراء وتيلعبوا الموسيقى ممكن. من بعد قال له راه واخا نعطيك قنطار بالريفو الراب ما غضر ما غتفيدو، قال له واخا نعطيك قنطار ديال الريفو ديال القرقوبي لانه تيتهم الضوري باللي كيبلع القرقوبي زعما باش كيكتاب وكذا، قال له واخا نعطيك قنطار ما غضر ما تنفع الراب ما غدير حتى شي اثر ما غدير حتى شي لعبه. ومن بعد شرح له علاش، قال له حيت البليه غير كدوب مع الافكار اللي واجده في الراس والبيدو. وهذا السطر بصراحه واعر كنتفق معاه فيه 100%. هذاك السطر اللي تيقول لك عند من تقديتي هنا غنقتبس ايدي بيسر الناس اللي متبعين ايدي وليدو ايدي خوات وحشناك اخاي ايدي بالرجل ولا رجع. على ايا كان دوا في واحد الفيديو زويون على هاد اللعيبه ديال اللعيبه، يعني هذاك الشيء اللي في راسك هو اللي في راسك، البليه كدوب مع داك الشيء، وممكن البليه تعاونك بطريقه او باخرى ترسم شي رسمات تكتب شي كتابات تفكر في شي فكره، ولكن هذيك البليه ماشي هي اللي خلاتك دير ديك اللعبه، هي غير بحال حفزات واحد المنطقه في العقل والفكر ديالك، ولكن الفكر اللي كان عندك ديجا هو اللي مكنك انك تبدع. يعني مثلا ديالك مثال نفس الكمايه ديال البوز ما غتكتبش بحال البوز، فهمتي؟ عاوتاني كلاشيني بالجبل نعيش تحت البركان واش فيها فيقعة تسبي راك عارفاني اكثر من اللي راه باو فيها. هذا عاوتاني كونطرا تاعك واعر. فقال له عاوتاني كلاشيني بالجبل لان كلشي دابا كيكلاشي بوز تيقول له ولد الجبل ولد المورفو الفلاح السراح كذا، قال له زعما عاود قول لي نفس الهضره، قال له راه نعيش تحت البركان. فين المشكل؟ مزيان بوز من البدو ديما كان مفتخر بالجبل. ومن بعد قال له تسبي وفيق وراه في كازا عارفين كثار من اللي راه باو فيها بما فيها انت. وهذا الريمونتادا الكونترا اتاك لواحد النويطات جوج اللي كان قالهم الدولي اللي كانوا واعرين. واحد هو قال له اش بينك وبين الكورفا ديال كازا تسخف لينا في السنغاله، وعاوتاني قال له في سطر اخر قال له انت ولد الجبل تجي لكازا تبان لك ميريكانا زعما انت غير في الجبال وكذا غير الحجار والشجر، غتجي لكازا غتشوف البني وغتشوف الشارع وتشوف الطوموبيلات غتبان لك بحال ميريكان. وشوف بوز باش يرد عليه قال له وهذيك كازا بنت اللي كتقول لي هادشي كامل عليها هو بنادم فيها كيعرفني اكثر منك في الشيء كيفاش قلب السطر. انا عشاق الريمونتادات، انا عشاق الكونترا ما عندي ما نخبي. هذا الشيء علاش هذا هو الدوبل سونس ديالي، انا شي جزء من الهويه الدوبل سونسيه ديالي هي هاد اللعبه خوتي. ياك ما تيقتك غاك تاتا كان كيمورو كيسماوي مافيا وحده اللي شاد هاد البلاد سقسي عليها العدلاوي. قال واش تيقتي راسك بلي انت زعما راك كانغ وخوزوز وكذا كيف مورو والسماوي؟ هنا ما عرفتش واش كلاش هاد مورو والسماوي ولا غير عطا بهم مثال بلي زعما هما بصح راهم كانغ وانت غير كتخايل انت راك ماشي في داك النيفو. وقال له راه مافيا وحده اللي شاده هاد البلاد، يعني تقع لي انا مافيوزي انا كذا. قال لك اسمع نقول لك مافيا وحده اللي كاينه سقسي على العدلاوي. ربما انا كيقصد القيادي العدلاوي اللي هو جزء من الحركه ديال العدل والاحسان، واللي القضيه فيها تجاره بالبشر والتنقاص فوق الحجر والصعود في الشجر وما شابه. قالك زعما هذاك هو اللي عارف شكون هي المافيا. اما هادشي مورو شي ديال الدولي بران وكذا
كراكيز. يا الخوت، هذا اول ريفيو كندير في هاد لاشويكس ديالي دوليبران. وانا راه باخد داري 20 كالحماق رياكشن عاوتاني فين كنبلبلوها عاوتاني نهللو كنستلوها فين يبان عاوتاني هادشي راه كالم وانا غير بوحدي دابا. هاد الكراسه اللي موراي راه ما 20 دابا الارواح ديالهم الجميله الطيبه اللي جالسه معايا. اذا الاخوان الا عجبكم هذا الشيء بالرجوع ليكس ديروا واحد السبسكرايب، ديروا واحد الجويبه، كتبوا لي كومونتيرات شنو التراكات اللي بغيتو ندير لهم ريفيو. انا راه هكا تندير ريفيو، شوف سطر بسطر سطر بسطر، وغنبقى نجبد لكم دوبل سونس حيت هذه هي سميتي وهذه هي ختمتي وهذا هو انا. هذا ما كان الخوت العز، كان معكم دوبل سونس. بيس اوت.